احنا اكتر دوله فيها امراض مزمنه بسبب العك اللي بنعمله في الطفوله. يعني الناس تقول لك إيه، طب ما انا اديت دواء والطفل خف، ايه اللي حصل يعني؟ لا، حصل كتير. حصل ان كل الناس الكبيره اللي عندها امراض في الكلى وفي القلب وفي الضغط والكلام ده بسبب اللي عملناه واحنا زمان واحنا صغيرين، اللي هو اللي انتوا بتعملوه دلوقتي في الاطفال. بس مين هيجي في باله ان اللي عمله دلوقتي بعد 20 30 سنه هو اللي تسبب في المشاكل الكتير اللي عندنا؟ معاهد الاورام والكلى وكل المعاهد المتخصصه مليانه وزحمه ومش لاقيين اماكن. ليه؟ بسبب العك اللي احنا بنعمله واحنا صغيرين. فيا ريت يعني نراعي ربنا فينا وفي اولادنا، وما نقعدش نجرب اي ادويه وخلاص هتاذيهم بعد 20 30 سنه. مش هيجي في بالك ولا الله اعلم هنبقى موجودين ولا لا. بس هو ده السبب. يعني الناس العيانه كلها دي بسبب ايه؟ ان احنا دمرنا الكلى والكبد والبنكرياس بسبب العك بتاع الادويه اللي بنعمله في الطفوله. خلاص، فيا ريت نلتزم بكلام الدكاتره. هم الناس دي يعني تعبوا وشقيوا وذاكروا وسهروا عشان خاطر يديك المعلومه. فلما اقول لك ممنوع الكالسيوم ما تقعديش تقاوحي. لما اقول لك ما تديش حاجه بدون داعي ما تقعديش تقاوحي، اسمعي الكلام. هو انا عايز افيدك ولا عايز اضرك؟ اكيد عايز افيدك. خلاص، فما تروحيش تسمعي واحده جارتك ولا واحده زميلتك ولا واحده قريبتك آه بتقول اي كلام وخلاص. ما ينفعش يا جماعه، يا ريت نرجع لرشدنا. كل مجال في ناس بتتكلم فيه، انا ما ينفعش اتكلم في القانون، ما ينفعش اتكلم في الهندسه، انا بتاع طب الاطفال وخلاص، هو دي شغلتي. اتكلم في الحته دي بس، كل واحد يلتزم بالحته بتاعته بقى. ماشي، شكرا.